الناس اللي راحوا لتونس وجابوا الاورو. هذا المواطن اللي راهو امامكم خرج بهذا لا فيديو البارح الاربعاء 13 نوفمبر 2025 يوجه فيه رسالة للجزائريين اللي راحوا لدولة تونس. وعلى بالكم كامل بالقانون اللي داروه تاع كي تجي خارج من الجزائر الدولة تصرف لك وتعطيك 750 اورو للواحد، يعني حق كل جزائري كي يجي خارج يديها خطرة في السنة. وهذا المواطن راه يقصد الناس اللي راحوا هذا الصيف لتونس مثلا وداو معاهم 750 اورو وما ريحوش 7 ايام، يعني كاين اللي ريح يومين نهار 3 ايام ورجعوا. هي اوتوماتيكيا كي يرجعوا في نهار ولا يومين سما باينه باللي 750 هذيك ما حش يصرفوها كامل. ولهذا اسمعوا خونا واش قال لهم على الناس اللي ما قعدتش 7 ايام في تونس. هاي خليكم مع لا فيديو. اورو والناس اللي راحوا لتونس وجابوا الاورو، خوتنا ديروا حسابكم كله، ما تبيعوش هذاك الاورو اللي راهو عندكم، باسكو الدوله راهي ممكن في اي لحظه خويا العزيز راهي تعيط لك وتطلب منك تسترجع المبلغ هذاك اللي راك ديتيه. يعني هي كي قالوا لك روح دي المنحه هذه تاع سافر 750 اورو، عطاوك شرط والشرط تاعك لازم تقعد 7 ايام، وهما خويا العزيز راهم قالوا لك باللي كل ما تقعد 7 ايام راهي عندك مخالفه قانونيه. مخالفه يعني ممكن يعيطوا لك في اي لحظه ويقولوا لك رجع لنا المبلغ هذاك اللي ديتيه، وممكن يتبعوك قضائيا. هذه بلا ما نحكيو وبلا ما نقولوا، هذيك بلي راك تحضر لمده 4 سنوات، 4 سنوات ما عندكش الحق بلي تقدر تزيد تدي. لحد الان خاوتنا للناس اللي استفادوا وداو الاورو هذاك ما تبيعوه، باسكو كيما قلت لكم راك في اي لحظه قدر تلقى روحك في مشكله يا خاوتنا. وخاصه الناس هذوك اللي داو الاورو هذاك وراحوا جاو في نفس النهار، هذوك الناس راهم معرضين للمتابعه قضائيه، يعني في اي لحظه قدر تلقى روحك في مشكله يا اخي. وزيد كاينه حاجه اخرى خاوتنا، الاورو ممكن في 2026 ممكن يفوت حتى ل 35,000 30,000. يعني ناس خبراء في الميدان هذايا راهم يقولوا باللي راهو متوقعين باللي قادر يطلع، وهذه مجرد توقعات ما تدريش، ساديبون واش راح يكون في 2026 وممكن يطيح الاورو، ساديبون كيف ما. المهم خاوتنا احنا وصلنا لكم الميساج، حذاري ثم حذاري يا خوتي تبيعوا، وحذاري من الحاجه دي يا خوتي. الدوله راهي دارت لكم قانون ودارت لكم شروط، والسلام عليكم. المهم كيما سمعتوا خوتنا نورمالمون راكم فهمتوا. خونا هذا راه قال لكم كي تجي خارج من الجزائر الشرط تاع الدوله كي تعطيك 750 لازم تريح 7 ايام في تونس ولا البلاصه اللي راك رايح ليها. والناس اللي راحت لتونس وقعدت يومين ولا نهار ولا 3 ايام سواء صرفت الدراهم هذوك سواء ما صرفتهمش تولي عندك مخالفه قانونيه، واللي هي ما ريحتش 7 ايام في الشرط اللي قالوه لك. وهنا كما قال خونا قادرين يعيطوا لك باش ترجع دراهم هذوك ولا يتابعوك قضائيا. والحاجه اللي ماشي مليحه تانيك يحرموك منها بيناليتي تاع 4 سنين، تسمى 4 سنين ما تدي المنحه هذيك. هكذا خوتي ان شاء الله تكونوا فهمتوا، واللي عنده دراهم راح ومازال ما صرفهمش يدير كما قال خونا ما يصرفهمش ويستنى، هذه دنيا قادرين يعيطوا لك في اي لحظه. المهم خوتنا اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخلوا لنا ارائكم في التعليقات. نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله، لا يفارقنا بلا ذنوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.